أحبائي أعزائي متتبعي قناتي أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم جميعا في كل وقت وكل مكان، داخل بيوتكم وخارجها، في أماكن عملكم، في دفء عائلاتكم، ومشاهدين داخل ربوع الوطن وخارجه. أرحب بكم جميعا، ألف سهلا ومرحبا بكم. أم محمد طليقة هشام كوك يدخل أبوها في القضية أخيرا، حيث تدخل في لايف مباشر ليصرح أن ابنته متواجدة بعين النعجة، ويتكلم حول هشام زوجها، ويقول أن هشام كوك قد ظلم ابنته ظلما شديدا. ليخرج بعد هشام كوك مباشرة ويرد عليه بكلمة: اسمع يا باباها، أنصحك بالسكوت وإلا سأقوم بنشر التسجيل الصوتي لابنتك الذي يكشف سبب الطلاق منها. أنشره للجميع لأنك أنت أصلا قمت بطرد ابنتك من البيت منذ شهرين بسبب ذلك التسجيل الصوتي، وأستطيع تأكيد ذلك للشعب الجزائري بتسجيلات صوتية أخرى لك تؤكد أنك حقا قمت بطرد ابنتك من البيت. هشام كوك يؤكد أنه لم يظلم زوجته، وأنه هو المظلوم في القضية، ولو أنه قام بنشر ذلك التسجيل الصوتي لقام بإسكات أفواه كل من تكلم عنه ولو بكلمة سيئة. وقال هشام أن الحكم صدر وقد أنصفني القاضي، وهذا دليل كبير على براءتي. لهذا وجه هشام كوك نصيحة لأبي طليقته وأختها بالسكوت عن الكلام عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإلا سيقوم بما عليه فعله. هكذا هشام كوك هدد زوجة أبا طليقته وأختها. إذن أعزائي المشاهدين، فما رأيكم في هذه القضية؟ والسبب الأول والأخير يعود لهشام كوك، لأنه قد قام بنشر قصته عبر منصات التواصل الاجتماعي ليثير بلبلة وفضائح لنفسه ولأسرته. في آخر الفيديو أعزائي المشاهدين، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس المشاهدة ليصلكم جديدنا كل يوم. أحبكم في الله، صلاة وسلام على حبيبنا المصطفى، إلى اللقاء.